السلام عليكم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. جايه لكم بقى بفيديو جديد، ويلا بقى كده نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، ونبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف هنعمل ايه كده مع بعض. جايه لكم بقى كده بفيديو روتين جميل وسهل جدا، حاجة كده تشجيعي. اللي عندها حاجة بقى تتشجع كده وتقوم تعملها، هنعمل بقى الفطار والغدا مع بعض وشوية مشتريات كده. تابعوا بقى معايا الفيديو للآخر، ان شاء الله تستفادوا من الفيديو ده. وما تنسوش تضغطولي لايكات كتير على الفيديو ده، وتسلم ايديكم. يلا بقى نبدأ ونشوف كده اول حاجة عملناها ايه. اول حاجة بقى كده هنجهز الفطار. بقى زوجي كده نزل، ربنا يبارك فيه يا رب، وجاب الفطار، وانا بقى بدأت هنا كده اجهزه في الاطباق بالشكل ده كده. طعمية بقى بالسمسم وفول، والدقة بقى اللي احنا عملناها مع بعض. خدت كده منها نص معلقة كده على الفول، بتخلي الفول طعمه جميل جدا. وهنا بقى بطاطس شيبسي، وده بتنجان مقلي بقى وفلفل مقلي وبطاطس مهروسة بالشكل ده كده. وده بقى بابا غنوج. في الوقت ده بقى كنا الساعة 10 الصبح، بقى لسه صباح السعادة على عيونكم يا رب. وده مخلل بقى بالشكل ده كده. وجبت بقى جبن، وبدأت بقى احط في الطبق كده قطعة جبنة معمل. الجبنة المعمل دي بيكون طعمها جميل جدا. وده رومي مدخن وجبنة رومي. وهعمل بقى كده طماطم وخيار شرايح، ونفطر بقى ونكمل الفيديو مع بعض. فطرنا بقى وشربنا شاي الحمد لله. يلا بقى نكمل الروتين بتاعنا. كنت بقى جايبة شوية طلبات كانت ناقصة في البيت كده. يلا بقى نرتبهم كده ونحط كل حاجة مكانها. بدأت بقى احط الاكياس كده قدامي علشان كل كيس بقى يبقى باين لي هو فيه ايه. جبت بقى بولة وفضيت فيها الطماطم بقى بالشكل ده كده. وجبت بولة تانية وفضيت فيها بقى الفلفل الاحمر ده والبطاطس. وده بقى بتنجان اللي احنا بنقليه او بنخلله، بيكون جميل جدا. اللي وصل معايا بقى لحد هنا في الفيديو ما تنسوش تضغطوا اللايك. وهنا بقى ليمون، جبت ليمون بقى وفضيته في بولة بقى بالشكل ده كده، وبطاطا وفلفل اخضر وخيار. حطيتهم بقى في بولة واحدة كده بالشكل ده كده. بقى المشتريات كده ستفناها ورتبناها كده، وكل حاجة كانت في البولة بتاعتها. جبت بقى هنا كده نص كيلو عدس اصفر. وجبت بقى هنا بسكوت وكيكة الايلين بنتي وبيض ومخلل. وبدأت بقى جبت بطرمانات، وبحط بقى كل حاجة في البطرمان بتاعها بالشكل ده كده. فضيت بقى العدس في البطرمان. وده بقى البيض هحطه في التلاجة. وجبت بقى بولة وبدأت احط فيها بقى ايه المخلل، علشان بقى ايه احفظه كده في التلاجة. جبت بقى كمان السبت ده، كنت محتاجة اجيبه من فترة لانه هينفعني جدا. هعمل له بقى حبل كده ويبقى بقى سبت للبلكونة. بحتاجه بقى في ايه لما اكون طالبة اوردر او اي حاجة، بدل ما لسه هلبس وانزل بنزل السبت وارفعه، وابقى كده سهلت الدنيا على نفسي. وجبت بقى العلب الكيوت القمر دي، عجبتني جدا وهتكون برضو عملية قوي معايا بالشكل ده كده. رتبت بقى كل حاجة مكانها. نيجي بقى للاكياس دي. الاكياس دي بقى فيها ايه؟ فيها بقى الفاكهة اللي احنا هنخزنها ان شاء الله لشهر رمضان. جبت بقى نص كيلو نشا سايبة من عند العطار بالشكل ده. ونص كيلو مكرونة سباكيتي، برضو مكرونة سايبة بتكون جميلة جدا. وجبت بقى كيلو رز بسمتي، كل نص كيلو لوحده، وب20 جنيه بقى زبيب ودبس رمان. وجبت بقى زعفران اللي بيدي لون الرز بالشكل ده كده. هستف بقى الحاجة دي مكانها ونكمل بقى كده. جبت بقى بولات كده، وعشان بقى ايه افضي بقى الفاكهة فيها. الفاكهة دي في فاكهة هنخزن منها لشهر رمضان. كل سنة وانتم طيبين. اللهم بلغنا شهر رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين، اللهم امين. بالشكل ده بقى كده فضيت بقى السفندي والموز. هفضي كل حاجة في بولة الواحدة بالشكل ده كده. هنعمل بقى عصير مركز برتقال ان شاء الله. نطلعه نزوده مية ويبقى كده جاهز معانا على طول ان شاء الله. وفضيت برضو الفراولة، برضو هنعمل برضو فراولة مركزة. هتنفعنا بقى جدا العصاير المركزة دي، هتنفعنا وقت لما يكون النور قاطع، ما لحقناش نفرم العصير الحاجات دي. والاناناس والجوافة بقى فضيتهم في البولة بالشكل ده كده. هنا بقى معانا نوعين من البرتقان، برتقان سكري وبرتقان بلدي. البرتقان البلدي ده اللي احنا هنخزنه. السكري ده بقى انا بحب اكله بقى كده، بيكون طعمه جميل جدا. وده رمان بقى. يلا بقى كده نيجي عند الحوض ونبدأ بقى نغسل الفاكهة بتاعتنا دي غسيل كويس جدا.
اهم حاجة طبعا ان احنا نغسلها غسيل كويس جدا، لان بيكون عليها تراب او رمل او حاجات من دي، نبقى بناكل الحاجة واحنا مطمنين كده وضامنين نظافتها. اول حاجة بقى كده بدأت اغسل الجوافة بالشكل ده كده. الجوافة دي برضو هنخزنها بطريقة جميلة جدا، تقعد معاكي من السنة للسنة من غير ما لونها يتغير ولا طعمها يتغير خالص. اللي وصل معايا لحد هنا بقى ما تنسوش تضغطوا اللايك، ولو اول مرة بتشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد انزله. وما تنسوش بقى تضغطوا اللايك، وتسلم ايديك يا ست الكل. هنغسل بقى الفراولة. اهم حاجة بقى في الفراولة بتحتاج يعني نغسلها كويس جدا كده، بحب اغسلها الواحدة بوحدتها كده علشان الرمل اللي بيكون فيها. بشيل بقى الوردة الخضرا بتاعتها وبغسلها وبحطها في البولة التانية بالشكل ده كده. قولولي بقى عملتوا ايه كده من تفريزات شهر رمضان. ربنا يجعل في بيوتكم الخير دايما يا رب. كل واحدة بقى تعمل اللي في مقدرتها، يعني ممكن تخزني نوع واحد بس من الفاكهة، إيه يعني اللي في مقدرتك، مش شرط تعملي برتقان وفراولة والحاجات الكتيرة دي. نوعين بس حلوين قوي رضا الحمد لله. هنا بقى كده كنت بغسل الفراولة بالشكل ده كده. كده غسلنا بقى الجوافة وخلصت الفراولة، والنور قطع زي ما انتوا شايفين كده، النور بيقطع يوميا. هخلص بقى كده ونكمل لما النور ما يجي. هنا بقى كده كان النور جه وكنا غسلنا الجوافة والفراولة مع بعض. يلا بقى نكمل غسيل الفاكهة بتاعتنا. هنغسل بقى الاناناس كده برضو كويس، هنخزن بقى الاناناس برضو بطريقة جميلة جدا من غير ما لونه يغير ولا طعمه كمان يتغير. وغسلت بقى كده الرمان بالشكل ده كده. ونغسل بقى البرتقان. الفاكهة غسيلها مهم جدا، شايفين بقى البرتقانة عليها تراب ازاي، فبغسل الفاكهة كويس جدا عشان تبقى كده حاجة كده مضمونة جدا. خلصنا بقى كده غسيل البرتقان البلدي، هنغسل بقى البرتقان السكري بالشكل ده كده. هعمل معاكم بقى تفريزات الفاكهة دي في فيديو لوحده علشان الفيديو ده ما يبقاش طويل عليكم، فانا هغسل بقى الفاكهة معاكم هنا وبنعمل التفريزات في فيديو تاني لوحده. هنا بقى كده كنت بغسل السفندي بقى كده، كانت اخر حاجة معانا في الفاكهة، ويبقى كده خلصنا غسيل الفاكهة. يلا بقى كده نجهز الغدا مع بعض. هنعمل بقى كده مشويات بطريقة سهلة وبسيطة جدا على الغدا. يلا بقى نشوف هنعملها ازاي. معايا بقى كده فراخ مغسولة كويس وعاملة فيها بقى فتحات بالشكل ده كده علشان تتشرب التتبيلة كويس. هنيجي بقى كده معانا طماطم وفلفل احمر واخضر وليمونة بقى كده وربع كوباية من الخل. هنفرم بقى الكلام ده كويس كده بالهاند بلندر بالشكل ده كده. البهارات اللي معانا بقى كده ملح وطبعا حسب الرغبة، وبابريكا مدخنة وبصل بودر وتوم بودر والسبع بهارات وكزبرة وكمون وفلفل اسود ورشة كده بسيطة من القرفة. بجد البهارات دي بتخلي طعم الفراخ المشوية جميلة جدا، دي تتبيلة بقى بسيطة كده بس بتخلي طعم الفراخ جميل جدا. وضفنا بقى كده ربع كوباية من زيت الزيتون او الزيت العادي او الزيت عادي، بتخلي الفراخ معانا طرية بالشكل ده كده. هنضيف بقى التتبيلة دي على الفراخ ونتبلها كويس بالشكل ده كده، ونسيبها بقى في التتبيلة كده اقل حاجة ساعتين او 3 ساعات علشان تبقى ايه متشربة من التتبيلة كده ويبقى طعمها حلو. هنغطيها بقى بالاسترتش ونحطها بقى في التلاجة. هنيجي بعد كده بقى نعمل ايه كفتة. معايا بقى نص كيلو من اللحمة المفرومة ونص معلقة من البيكنج باودر ومعلقتين كبار من الدقيق وكزبرة مقطعة بقى الكزبرة ناعم بالشكل ده كده وبصلاية وفلفلاية واحدة. ومعانا بقى زيت والبهارات بقى اللي معانا بابريكا مدخنة بتخلي المشويات، البابريكا المدخنة بتخلي المشويات طعمها جميل جدا. ومعانا برضو بصل بودر وتوم بودر والسبع بهارات وكمون وفلفل اسود ورشة بسيطة من القرفة، والملح هنظبطه حسب الرغبة، ولو حابين تضيفوا شطة عادي برضو تبع رغبته. فرمنا بقى كده البصل والفلفل بالشكل ده كده، وبعد كده ضفنا اللحمة وبعدين ضفنا الكزبرة والدقيق.
الدقيق هنا بقى بيمتص السوائل اللي معانا، ممكن نستبدله ببقسماط عادي او بنشا. ضفنا بقى كده كل المكونات وهنفرمها بقى كده لحد ما تتسمغ معانا، علشان بقى تبقى جميلة كده معانا وهي بتتشوي. بعد بقى ما فرمنا الكفتة بقى كويس كده فضيتها في بولة. شايفين بقى دي التسميغة بتاع الكفتة اللي انا بقولكوا عليها. لما نيجي نصبعها بقى تبقى متماسكة معانا كده وما تفكش معانا واحنا بنشويها. بعد بقى ما سبتها في التلاجة كده نص ساعة بدأت بقى اصبعها بالشكل ده كده. حابة بقى تعمليها صبع كبير او صغير، او حابة تعمليها كور تكوريها كده هتكون جميلة معاكي عادي. ممكن بقى ندخلها تتشوى في الفرن، وممكن نحمرها في معلقتين زيت كده، بتكون جميلة جدا. انا هشويها على الفحم بقى هي والفراخ. ما تنسيش بقى تضغطيلي لايك، فكرتك باللايك اهو بقى، واعملولي لايكات كتير على الفيديو ده وتسلم ايديكم. خلصنا بقى الكفتة بقى بالشكل ده كده. معايا بقى كده نص كيلو طحينة سايبة جايباها من عند العطار، بجد بتكون جميلة جدا. يلا بقى نشوف هنعملها ازاي. معايا بقى كده علبة زبادي، وربع كوباية من الخل، وليمونة، وكمون وكزبرة وفلفل اسود وملح، وحاجة بسيطة كده من البابريكا. هنبدأ بقى نضيف الزبادي وعصرنا الليمون بقى بالشكل ده كده، وهنفرم عليها برضو فص توم كبير او فصين صغيرين. هنضيف بقى مية مغلية علشان تتفك معانا بقى بكل سهولة كده بالشكل ده. ضفنا بقى كل المكونات على الطحينة، وبنظبط بقى القوام بتاعها على زي ما انتوا بتحبوا القوام تقيل القوام خفيف، زي ما انتوا تحبوا هتكون معاكم جميلة جدا. يلا بقى كده نروح نشوي الفراخ والكفتة. جينا بقى كده زوجي برضو ربنا يبارك فيه يا رب، هو اللي بيعرف يولع الفحم. ولع بقى الفحم بالشكل ده كده، وبدأنا بقى نشوي الفراخ. بجد الفراخ متبلة وريحتها كانت جميلة جدا. لما تجربوا بقى التتبيلة دي ان شاء الله هتعجبكم جدا. هنا بقى كده الفراخ كانت اتشوت، وخلصتها بقى كده وطلعتها في الطبق بالشكل ده، وبدأت بقى ارص الكفتة بالشكل ده. احلى بقى اجواء الشوي دي. هخلص بقى كده واقدم معاكم الغدا في النهاية، ونشوف بقى هنعمل ايه كده مع بعض. ده بقى شكل الغدا يا حلوين. بعد ما خلصنا بقى بالشكل ده، حطيت بقى شيبسي كده، وحطيت بقى الفراخ والكفتة بالشكل ده كده، وحمرت بقى بطاطس، ودي الطحينة اللي احنا عملناها مع بعض. وعملت بقى شرايح طماطم وفلفل بالشكل ده كده. وبكده بقى نكون وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا. ما تنسوش بقى تضغطولي لايكات كتير على الفيديو ده، وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. وهكمل معاكم بقى تفريزات الفاكهة ان شاء الله في فيديو تاني.